6 ساعات فقط كانت كافية لتأجيل النصر الذي قيل أنه منتظر، وكانت الهزيمة. دول 5 تسقط في ساعات 6 لتبدأ دورة جديدة للتاريخ مع العرب من هنا ومع هؤلاء. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. الجزائر ما تقبلش الهزيمة، لأن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الوسائل نتاعنا. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. كل حال ما راكم ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير. راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شيء واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد. الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. فالشيء اللي سجلته قال انتم راكم ماشيين لمصر باش توقفوا بجنب اخوانكم المصريين امام هذا العدوان. والشيء اللي سجلته من الخطاب نتاعو يا اما النصر يا اما الاستشهاد. وهذا الكلام هذا مثل ما حسيته انا متيقن انه كانوا حاسينه كل جنود نتاع الجيش الوطني الشعبي اللي رايح ليه، النصر او الاستشهاد. وفعلا مشينا كلنا بهذه الفكره. وهذا هو الشيء اللي مثل ما قلت قبل، ان رغم ان وجدنا في مصر بالاخص في محطه الزقازيق، رغم اننا وجدنا جيش مصري في هزيمه بمعنى الكلمه، وجزء منه راجع من الحدود، واحنا ماشي راجعين قناه السويس، واحنا رايحين لقناه السويس. المعنويات نتاع الجيش الوطني الشعبي كانت معنويات هائله في الليل وفي القطار وبعاد عن البلاد وجزء كبير منهم تعبوا اثناء المعركه التحريريه وكان من تجرح وكان متعذب، لكن مع ذلك كان استعداد كبير وكان ايمان قوي، وكل واحد منهم في القلب نتاعو وفي الراس نتاعو كلمه النصر او الاستشهاد. المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة الفلسطينيين وحدهم. احنا حقيقة بعاد من الناحية الجغرافية، لكن عندنا دور اللي يقوموا به. هو كان بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف أنه أرسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب إلى القاهرة
ومن القاهرة ذهب إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض أنه هذا سيأتي على يعني فأعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب200 مليون دولار دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها 200 مليون دولار يعني 200 مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع 2000 مليون دولار. يعني 200 مليون دولار في ذلك في 67 أكننا الآن ندفع 2000 مليون دولار دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا. هذه لا يمكن أن ينساها أحد. ثم بعد ذلك كما تذكر أرسل قوات، وظلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73. وكانت هذه القوات من حسن الحظ أنه هذه القوات الجزائرية كانت بجوار القوات الفلسطينية، فقتلنا سويا جنبا إلى جنب على قناة السويس مع إخواننا الجزائريين، ومع مين؟ مع بعض الضباط الذين دربوهم إخواننا الجزائريين. سبحان الله، شوف ازاي الصدف والمناسبات الطيبة. وقال كلمته المشهورة إنه الأمة العربية لن تركع، وإذا إسرائيل بتعتقد أنها أخذت سيناء وأخذت الجولان وأخذت الضفة الغربية وأخذت غزة، فيجب تعرف أن العمق العربي واصل لغاية الجزائر.